السلام عليكم. بزاف طلاب يجاوبوا على الإعراب صح ما هماش فاهمين ما معنى الإعراب. شغل راهو يجاوب كل لغة رتميات كل مصطلحات حفظها ومن بعد راح في الامتحان باش يجاوب بلا ما يفهم. اليوم حابين نفهموا مع بعض ما هو الإعراب. ركز معايا. أعرب أي بين أو أوضح. يعني مثلا دخلت مطعم ما فقلت لصاحب المطعم بين لي ماذا يبيع هذا المطعم، فيجيب يبيع البرجر، فتقول وما علامة البرجر؟ ما يميز البرجر؟ فتقول إما أن يكون مصنوعا من اللحم وإما من الدجاج. كذلك في الإعراب نقول أعرب ما تحته خط أي بين نوع ما تحته خط. فتجيب مثلا أن ما تحته خط هو فاعل، فأقول لك وما علامة أي ما يميز هذا الفاعل؟ فتقول إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا. إذن خلاصة الموضوع الإعراب هو بيان نوع الكلمة، وعلامة الإعراب أي تمييز هذا النوع من الكلام عن غيره. ما تنساش دير لايك، ما تنساش دير اشتراك للصفحة، تابع صفحة اليوتيوب، ادعوا لي بظهر الغيب. السلام عليكم.